ياك سمعتوا القرمشه لعشاق السيجار؟ زيدوا معايا تيجيو مقرمشين للذات. ما منحقيش نشكر عليكم، خصكم تجربوها فعلا، لان الا جربتوها عاد غتعرفوا علاش انا تندوي لكم. بالنسبه للعجين ديالنا تحتاج واحد كاس ونص ديال الماء، جوج معالق ديال الزيت ومعلقه ديال السكر، معلقه صغيره ديال الملحه وبياض بيضه. من بعد ما تنضيفوا المكونات ديالنا كلها تنطربوها بالطراب اليدوي، وتنحتاجوا لهاد المورقات ديالنا واحد 500 غرام ديال الدقيق اللي تنضيفوا فيه وحنا تنغربلو. من بعد ما تنعجنوا العجين ديالنا كما هكا تنحطوها فوق طاوله العمل وتنقطعوها. وبالنسبه لقوامه العجين يجينا بحال عجينه المسمن بالضبط. من بعد تنكوروها وتنديروها فواحد البلاطو، تنديروا ليها بلاستيك غذائي وتربطوه. بالنسبه للحشوه ديالنا تنحتاجوا ليها واحد ربع ابر ديال الماء و50 غرام ديال السكر وفانيا ورشه الملحه، وتنخلطوا كلشي حتى تيذوب معنا السكر، وتنزيدوا 50 غرام ديال السميده وتنبقاو نحركوا فيها حتى تتشد في راسها. من بعد ما تطيب لينا تجينا على شكل هذا القوام، تنديروها في واحد الاناء حتى تبرد معنا، وتنحتاجوا واحد 125 غرام ديال اللوز اللي كنا حمرناه في الفران حتى تيجي دابي كما هكا، وتنديروه في البلاستيك الغذائي تنهرمشوا فيه. ما خصوش يجي بحال شكل البودر باش يجينا باين في العطا. وهنا من بعد ما بردات معنا السميده ديالنا تنمعسوها مزيان وتنزيدوها 3 المعالق ديال الجبن او اي جبن تيعجبكم. ومن بعد تنخلطوهم مزيان وتنزيدوا عليهم اللوز اللي كنا هرمشنا وتنخليوه منه شويه باش نزينوا به الوجه. وتحتاجوا واحد 200 غرام ديال الزبده اللي تنقسموها على 4 مرصوات. وهنا من بعد ما ترتاح معنا العجين ديالنا تناخذوها وتنوزعوها فوق طاوله العمل، تنديروا ليها الدقيق وتندلكوها حتى تجي معنا ورقه رقيقه. من بعد تناخذوا طريف ديال الزبيده اللي بحراره الغرفه وتنوزعوه فوق منها، وتنطبقوا نفس الطريقه على الكرات اللي كلها اللي معنا، وتندير واحده فوق واحده كما تتشوفوا. يمكن لكم ديروها الطريقه هذه، تتجمدوا الزبده في المجمد وتحكوها بالحكاكه هكا تجي عمليه. من بعد ما تشكلوا العجين ديالنا على 4 طبقات تنطويوها كما هكا، وتنعاودوا نسرحوها فوق طاوله العمل وتندلكوها مزيان، والورقه ديالنا ما تجي رقيقه ما تجي غليظه. من بعد تنقطعوها مستطيلات متساويه وتنضيفوا الحشوه ديالنا وسط منهم وهكا تنرولي فيهم. بالنسبه للحشوه ما كفاتناش هنا وكملناها بالشوكولا، يمكن لكم ديروها كلها بالشوكولا على حسب كل واحد والذوق ديالو، وهذه هي الطريقه باش تلفوهم كما تتشوفوا. من بعد ما تنساليو تناخذوا الصفار ديال البيض اللي كنا شيطنا وتنخلطوا مع شويه الحليب وهكا تندهنهم به. من بعد ما تنسالي عمليه الدهن تناخذوا واحد الموس وتنشرطوهم كما هكا. من بعد تندخلوهم للفرن على عافيه مهيله تيجيو معنا مقرمشين كما هكا، وتنخليوهم حتى ياخذ اللون الذهبي كما هذا. بالنسبه للتزيين تنديروا شويه ديال السكر باودر، والنص الاخر تندير ليه خطيطه ديال العسل. وهذا هو السيجار ديالنا من بعد ما سالينا تيجي مقرمش لذيذ. تنقدموه لضيافنا لحبابنا كما تنقولوا دائما او الوليداتنا علاش لا، وتنقدموه بكل حب وحنان وبالصحه والراحه. وإلا وصلتوا هنا في الفيديو شي دعيوات الخير واللايك واشتراك هكا يوصلكم اي فيديوهات جديده تنحطها.